مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده في عالم الراكت. خلونا نتشرف ونتعرف بكابتن ميزو العالمي الاسطوره في لعبه الراكت اللي هنرحب بيه دلوقتي. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ انت منورني النهارده في تشانل هباء FM. ربنا يخليك يا كابتن، وقناه جميله وانا متابعها من كتير يعني. طب ده شرف ليا. عايزين نعرف بقى منك كده سريعا كابتن ميزو، انت بقالك قد ايه بتلعب في الراكت؟ والله الراكت ده هوايه من سنين، يعني السنين من زمان قوي وانا صغير. ابتدأتها وانا صغير، وبعدين مره مع مره ابتديت هويتها جدا. لعبه جميله جدا. ابتديت العب فيها لحد دلوقتي، يعني ممكن تقولي عمر كبير يعني. عمر ليه؟ عندك 60 سنه دلوقتي يعني؟ مش 60 سنه يعني، عندي 47 سنه. بلعب من حوالي وانا عندي مثلا 15-16 سنه راكت. دي هوايه بقى؟ دي هوايه وجميله جدا. هي لعبه مفيده جدا يعني. مفيده جدا جدا جدا. انا مصدقك لان انا مدمناها، وتقريبا احنا لينا ماتش دلوقتي معاك. يعني انا دلوقتي حالا قبل ما اسالك سؤال غلس، ما اسفه بس انا دلوقتي قبل ما العب معاك انا والكابتن شيرين، عايزه اغلس عليك بسؤال كده، وعارفه ان انت قده وهجاوب عليه. السؤال بيقول مين اكتر حد عدواني ليك في لعبه الراكت؟ بصي، هو الراكت ما فيهوش عدوانيه قد ما هو بيبقى فيه حماس. هي كل الناس بتبقى عايزه تلعب راكت، هو بيبقى فيه حد اقوى من حد فعلا في الراكت. بس هو احلى حاجه تبقى فيه روح رياضيه ما بين الناس، ان انا العب مع لو المستوى اللي قدامي اقل مني، الفكره ان انا ما احسسهوش بده، ما يبقاش هو شايف ان هو اقل مني. لا بالعكس، هو انا اديله القدره ان هو يطلع طاقته كلها، وانا اللي ابقى اوحش منه مش هو. انا احييك على الاجابه دي، بس ده للشخص اللي لسه مبتدي او لسه قدرته لسه ما تؤهلهوش انه يبقى لعيب قوي. انا بتكلم على الشخص اللي لو قابلته تبقى هو بالنسبه لك عدواني، يعني لدرجه لو شفته ممكن تسيب الملعب بتاعك وتمشي تروح تلعب في حته تانية. والله بصي، انا بالنسبه هو انا يعني اكتشفت صراحه كده ان في نفسنا جدا في اللعبه دي، تمام؟ بربع عن كلهم بيلعبوا وما بيلعبوش، بس اكيد في اشخاص ما بتحبش اشخاص، في ناس ما بتتعاملش مع اشخاص. مين الشخصيه دي اللي لو قابلتها تحديدا ممكن تسيب الملعب وتمشي؟ لا هو انا مش هسيب الملعب وهمشي، بس انا ممكن يعني بص، انا مش هذكر اسماء. طب انا مش عايزاك تذكر اسماء، بس ممكن توصف لنا شخصيه. ما هو انا وبيلعب فين؟ لا ما هو انا لو وصفت وقلت بيلعب فين يبقى كده. لا ما في. لا هي جروبات كتير بسم الله ما شاء الله. ما هي الجروبات فعلا على مستوى اسكندريه كلها ومحافظات كتير. ما انا قلت لك هو ما فيش عدوانيه، هو في واحد اوصف لنا شخصيه ما تهربش من السؤال. بس انا لو لقيت الشخص اللي هو العدواني بالنسبه لي، اللي هو شايف نفسه حاسس ان هو حد قوي جدا عليا، فانا ممكن الراكت مش شوت وخلاص. انت ممكن تعملي له لعبه صغيره تموتيه فيها، يبقى هو فاهم ان هو مش عارف يلعب راكت قدامك. طب انا هسالك السؤال بطريقه تانية او من زاويه تانية. الشخص ده اللي انت مش عايز تذكر اسمه، ايه اللي خلاك يبقى عدواني ليك؟ يعني ايه اللي حصل بينك وبينه عشان يبقى بينكم النفوس دي، او ايه اللي بيحصل تحديدا في نفوس لعبه الراكت تخليه يبقى فيه كده زي ما احنا بنشوف؟ والله عايز. ايه اللي بيوصلهم لكده؟ مش ايه اللي بيوصلهم لكده، هو كل واحد بيبقى اما بيلعب شويه بيستمر، بيحس نفسه ان هو احسن لاعب راكت في الدنيا. حلو. وطبعا دي حاجه مش حلوه ان انا ابقى شايف نفسي احسن واحد بلعب راكت، لان اكيد غرور. في احرف مني كتير، ففي ناس مغروره جدا. حلو. وفي ناس بتحب تثبت وجودها باي اسلوب او باي طريقه من الطرق، بتحب تثبت وجودها في الملعب. انا اهو، بس هو مش كده. هو اللعيب باحترامه بلعبه، بان الناس تقول له برافو عليك وانت بتلعب، يعمل التراي وهو فعلا يستاهل ان هو يبقى تراي، ما يعملش تراي وخلاص اللي هو اي كرة تبقى انا بعمل تراي. لا، هو الترايات ليها لعبة، السماتش، الفور، الباك، كل دي حاجات بتوصف اللعيب. واللعيب مش صد بس او مش شوت بس، هو اللعيب صد وشوت وحاجات كتير. هي بالظبط كده فنيات بالظبط. انا احييك على الاجابه دي يا كابتن ميزو، وبجد انا اتشرفت بيك النهارده، وان شاء الله هنلعب ماتش جامد، تمام؟ واتمنى لك حياه موفقه في كل اللي جاي. انا عايزاك بقى قبل ما ننهي الحلقه وقبل ما نلعب الماتش الجامد اللي هنلعبه كمان شويه، تمام، توجه رساله لكل لعيبه الراكت. والله انا اوجه رساله لكل لعيبه الراكت، ان اي حد شايف نفسه اقوى من التاني يا ريت ما يحسسوش بده، يبقى حاسس ان هو فعلا بيلعب مع اللي قدامه، واللي قدامه فعلا يديله الثقه ان هو بيلعب ماتش جامد، عشان اللي قدامه كمان يحس ان هو بيلعب ويعرف يلعب ويستمر في اللعبه، لان احنا عايزين نطلع
لعيبه، مش عايزين نطلع ناس بتقول ده راكت وخلاص. بس وشكرا ليكي وللقناه الجميله. ميرسي جدا، شكرا ليكم. اعزائي المشاهدين، تعالوا معانا دلوقتي نحضر احلى مباراه راكت مع كابتن ميزو، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. سي يو. في بداية الكلام كده أحب أبتدي الأول بتحيات وشكر خاص للكابتن شيرين والكابتن ميزو، وده طبعا بسبب الروح الرياضية المتعاونة مع الكل. ومش بس كده، ده كمان الأخلاق دي هتكون معاهم خارج نطاق لعب الراكت. أتمنى يكون ده متوفر عند كل اللعيبة بجد، وبلاش بقى جو النفسانة ده، انتوا فاهميني طبعا. الا لو انت بقى او انتي شخصيه مريضه ومش بيفرق معاها جو التحضر، ده موضوع تاني. مبدئيا كده الماتش ده اكيد مش اجمد حاجه، لسه فيه اشد. وخليك عارف انك كل ما لعبت واجتهدت مع لعيبه بتجتهد معاك، هيكون دايما في احلى واحلى، وده الرد السلمي على اي حد شايف نفسه جامد. خلونا نتعرف سريعا كده على الهيستوري لكل لاعب، وهنبتدي بكابتن شيرين. كابتن شيرين شخصيه محترمه وبتحب الخير للغير، وبتحب تساعد على قد ما تقدر، وبتحب الراكت جدا. بدأت تلعب راكت من حوالي 6 سنين، وقت الصراحة يعني من الآخر ما عندهاش أي مشكلة إنها تفضل تلعب راكت طول النهار. من الآخر قانون الإرهاق والتعب ده مش بيجي على سكتها نهائي طول ما في حاجة اسمها دي راكت. أنا أحييكي على حماسك الشديد ده يا شيري، بس مشكلتها الوحيدة بقى عشان لو لعبت معاها تكون واخد بالك هما حاجتين: ما بتتنزلش عن وقفة الفور أبدا، ولا بتطلع من الكاري أصلا. يعني تقدر تقول كده هي واخدة الكاري لحسابها، وضعيات. بس الصراحة ليها عذرها، عشان الراكت ده أصلا إدمان لكل حد بيلعبه. أما بقى على المستوى الشخصي فأنا بجد بحبها جدا، على الرغم أول مقابلة كانت بينا خلاف، بس لا محبة إلا بعد عداوة، وربنا ما يجيب عداوة. اما بقى بالنسبه للكابتن هبه اللي هو انا، والاسم الحركي هو بوبي، ما بلعبش راكت من كتير، هم 7 شهور بس. عشق للراكت مخليني اغفر لكل الشخصيات المريضه اللي بقابلها، وده من حسن حظهم طبعا. شخصيتي كوليكشن كده في بعضها، بس اهمها اني ما بحبش ابتدي بالعداوه ابدا. بس لو انت عايز تبتدي يبقى اساعدك وبسرعه، اصل انا بحب روح التعاون. مشكلتي الوحيده انك لو بدات معايا بغدر او فكرت تضايقني تكون قاصد، يعني ما بردش في ساعتها، مش خوف ولا قله رد فعل مني. انا بحب بس لما اخد حقي منك يكون متفصل عليك صح، عشان تعرف تشكرني من قلبك، ولا عايزني اكروتك؟ انا بقول بقى ما تضايقنيش احسن. ندخل بقى على كابتن ميزو. كابتن ميزو شخصيه فرفوشه وبتحب الهزار والضحك، بس على المستوى الشخصي او بره اللعب شخص جاد جدا، وده المطلوب. كابتن ميزو بيلعب راكت من وهو صغير تقريبا، وبينزل كاريهات جامده وبيكون قدها الصراحه. واكتر عيب فيه بقى وعلى قد ما تقدر تتجنبه انك لازم تلعب حلو، بمعنى انك ما ينفعش تبقى اصلا لعيب جامد او بتلعب بقالك كتير وتيجي في كاريه ايا كان وتبوظه، او يطلع منك لعب مش متوقع وواقع. لان في هذه اللحظه يا صديقي يؤسفني اقولك انك بتقفل اللي قدامك منك، فبتضطروا ان هو اللي يلعبك واحد، فبكده الكاريه هيبوظ والحماس بيروح وكله في الضياع. هو ده بقى عيب كابتن ميزو، ما بيحبش حد يقفله في اللعب، وخصوصا لما تكون لعيب مش بدائي وليك عذرك. انا بقول لك كده بس عشان ما تنتظرش من اللي قدامك رد فعل ايجابي بالغلط، يا رب تكون وصلت كده. اما بقى بالنسبه للقاء كابتن ميزو، فالصراحه انا كنت بحاول اضغط عليه عشان اخرج سلبياته، فاكتشفت ان اخلاقه اعلى بكتير من انه ينزل لمستوى اي حد بينفسن عليه او مصمم يعاديه. وكانت رسالته محدده وواضحه في اللقاء الصراحه، فان ازاي نبقى كلنا ايد واحده ونعلم اللعب بعض، مش نتكلم على لعب بعض. لان اوعى تنسى انك كنت في يوم متفرج زي غيرك، وما حصلتش حتى انك تكون مشجع. اصل من الاخر اي حد شايف نفسه لعيب جامد ومفيش منه اتنين وبيتعالى وماشي يتكبر وشايف ان ده لوحده كفايه على انه يكون لعيب جامد والناس تتمنى تلعب معاه، احب اقولك لو لعبك اعلى من اخلاقك يا صديقي يبقى لا تصلح انك تكون لاعب اصلا معتمد. فركز على اخلاقك عشان هي اللي هتعليك. من الاخر خد فرصتك ووفرها لغيرك، عشان لما يجي وقت انك تكون في السماح الناس تعرف تفتكرك ويشاوروا عليك كمان، واسمك يفضل مسمع. طولت عليكم سامحوني، بس كان لازم اوضح رسالة كل لاعب بيعاني. اتمنى يكون الماتش عجبكم، وتحياتي مرة اخرى لكل لاعب راكت وكابتن شيرين وكابتن ميزو. اوعوا تنسوا اللايك والشير بقى، يلا باي.